ايه رايكم؟ بسم الله ما شاء الله. ايه رايكم بقى في الجمال بقى؟ اللهم صل وسلم وبارك عليك يا حبيبي يا رسول الله. قبل ما نبدأ كده إن شاء الله نسمي بالله ونصلي على الرسول عليه أفضل الصلاة والسلام. النهاردة إن شاء الله عندنا عزومة بإذن الله كده في رمضان، كل عام وأنتم بخير. هعمل فرختين إن شاء الله، فرخة في الصينية وفرخة شوربة يعني، وهنتبلها إن شاء الله معاكم. ماشي، جايبين ايه بقى معاكم هنا اهو؟ ادي البهارات بتاعتها اللي احنا هنعملها نتبلها بيها. معلقة بابريكا. بابريكا مدخنة دي بتدي طعم حلو قوي قوي للفراخ. معلقة بابريكا مدخنة، بصل بودر على توم بودر، حطينا معلقه فلفل، معلقه بهارات فراخ ان شاء الله. صلوا على النبي يا جماعه عليه افضل الصلاه والسلام. هتستغربي جدا ان انت هتحط بهارات لحمه. ايه ده؟ انت هتحط بهارات لحمه في تتبيله الفراخ الصينيه؟ طب جربيها كده، جربها كده وقولي لي هتبقى طعمها ايه. هتبقى طعمها جميل جدا، بهارات الفراخ مع البهارات بتاعه اللحمه والله بتدي تيست حلو جدا. انا بجربها على طول في الفراخ بتاعتي، وما بيبانش اصلا ان انت حاطه يعني بهارات لحمه. ما بتغيرش الطعم، طعمها ما بيغيروش، بالعكس بتدي طعم جميل قوي قوي كمان لتتبيله الفراخ. جربيها بس كده، بهارات اللحمه وبهارات الفراخ مع بعض بالمنظر ده كده اهو ما شاء الله. هنتبلهم مع بعض كده. هنتبل بقى الفراخ من تحت الجلد ومن فوق الجلد ومن كله، مش هنخلي فيه حته خالص ابدا ما فيش فيها تتبيله ان شاء الله. صلوا على النبي يا جماعه عليه افضل الصلاه والسلام. شويه بقى تتبيله بقى ايه ريحتهم في منتهى الجمال ان شاء الله. هنجيب بقى معاكم كده الفراخ اهي بالمنظر ده كده. حط الطبق ده كده هنا اهو، حط الفراخ الثانيه كده. هنتبل بقى الفراخ منين ان شاء الله. اجيب سكينه بس معاكم كده، اخدش عليكم يا حبايبي كده على طول. هنجيب الفراخ معاكم بالمنظر ده كده وهنفتحها كده من هنا كده. الصدر ده كده ما شاء الله، الصدر بتاعها تخين اهو ما شاء الله. انا اسمها اتنين لان الصدر ما شاء الله الفرخه دي 2 كيلو وي، فالصدر اهو ما شاء الله ما حدش يقدر ياكل من عيالي صدر كامل بالمنظر ده اهو ما شاء الله. يعني الصدر تخن ايه ما شاء الله، حجمه كبير اهو. يعني ما شاء الله يكفي مثلا، يعني دي الصدر ده ما شاء الله يكفي يعني عيلين. يعني الصدر من فوق الكتف اهو ما شاء الله قد ايه كبير، قد ايه حجمه ما شاء الله. والصدر التاني اهو. فانا قسمته طبعا، ما حدش هيقدر ياكل حجم الصدر بالمنظر ده. هنجيب الفراخ معاكم بالمنظر ده كده وهنتبلها كده تحت الجلد كده ومن فوق الجلد كله. نحط فيها التتبيله الحلوه دي كده ونعمل نحاول ايه نفتح بردك الصدر كده من فوق علشان يخش لها كل التتبيله كده وتدي طعم حلو ان شاء الله بالمنظر ده كده اهو. حاول كده تكتري التتبيله كده هنا اهو كده. اهم حاجه التتبيله دي لازم تقعد يوم واحد في التلاجة، يوم واحد في التلاجة، او ممكن عايز تعينها في الفريزر تعينها بالمنظر ده كده وهي متبله كده اهو ان شاء الله. اهي اول حته معانا، اول قطعه معانا بالمنظر ده كده. طبعا هنا في جلد هنا احنا مش عايزينه بتاع الصدر اهو، طالما احنا قسمنا الفراخ خلاص الجلد الزياده ده مش هناكله ولا عايزينه، مش هنعمل بيه اي حاجه. فقطعت الصدر اهو، قطعت الجلد اللي هو مش عايزينه. هنفتح بردك الفرخه بالمنظر ده كده من جوه كده اهو، نحط فيها التتبيله الحلوه دي كده ان شاء الله. اللهم صل وسلم وبارك عليك يا حبيبي يا رسول الله. هنعملها كده ونقلب الجنب التاني كده في العضميه كده بتاعت سلسله الظهر دي كده بردك. نحط فيها التتبيله من حلاوتها كده ومصمصها كده وتبقى جميله قوي وريحتها في منتهى الجمال. ادي الصدر اهو كده اهو. نحط التتبيله كده ونعمل الصدر كده من تحت الجلد اهو. نعمل الجناح كده. حاولي كده تعملي كده بالسكينه كده حتت كده مفرغه كده تخش فيها التتبيله كده ما شاء الله. لما تيجي تعملي فراخ وتحطها في الفرن عشان تتحمر ما تنسيش تحط معلقه الكاتشب. صدقيني بتفرق في الطعم جدا وفي التحمير وفي اللون وفي الشكل. اوعي تنسي تحط معلقه الكاتشب، بتدي لها طعم تحفه. اوعي تنسي اللايك. طبعا الفاصوليا الخضراء تحط لها فلفل وملح. طبعا انتوا شاطرين قلنا كل ده الطبيخ والحاجات دي كلها للبنات اللي لسه مبتدئه، لسه داخله المطبخ جديد. لكن ما شاء الله انتوا كلكم طبعا ستات بيوت وبتعرفوا تطبخوا وما شاء الله عليكم. صلوا على النبي يا جماعه عليه افضل الصلاه والسلام. نحط الفاصوليا بقى معاكم ان شاء الله. خضرا كده وحلوه كده وطازه ما شاء الله. يلا كمان شويه شوربه ان شاء الله اهي. هنسيبها بقى ايه تسبك بقى معانا كده ونشوفها بقى في الاخر ان شاء الله. احلى حاجه في الامامه لما تحط بعد اللحمه المفرومه
ما تتعصق حط لها معلقه صلصه كده تكون مسبكه حلوه كده، بتدي لون كده وطعم حلو للقممه المفرومه. حد بيعمل كده يعني ولا التكايه دي اول مره حد يعرفها؟ معلقه صلصه كده حلوه كده بتدي طعم كده ايه، لون حلو قوي قوي للقممه. احنا بقى ايه هنعمل معاكم القممه دلوقتي. يلا كده اللحمه المفرومه اتعصجت. الصينيه التانيه اهي. بقى واوريها لكم ما شاء الله. ايه رايكم بقى في صينيه البطاطس التحفه المرمله الجميله دي؟ مفيش بعد كده كلام، ما شاء الله عليها. ريحتها بقى تحفه وجميله كده قوي. كل عام وانتم بخير. هنغرف بقى معاكم الاكل ان شاء الله. كبيره ما شاء الله عشان العزومه طبعا. عملنا الفرخه اللي في الصينيه دي هنعملها بالفيجيتار. واحده عملناها صينيه بالفحم، والفرخه التانيه دي هنعملها بالفيجيتار. هنتبلها معاكم. ده الفيجيتار اهو، ده البيض ربنا فلفل وملح، وادي الفيجيتار اهو يبقى معاكم ان شاء الله. ان شاء الله. ايه رايكم في الفيجيتار؟ فراخ بالفيجيتار طبعا تحفه 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 ما شاء الله، بألف هنا. خلصنا معاكم الرز اهو، حله العزومات اهي ما شاء الله. شوفوا الجمال والحلاوه ان شاء الله. شوفوا خلصنا الجلاش الجميل حلو ومورق ازاي، تحفه تحفه. اقفلي على طول ما شاء الله. اما تيجي تعملي فراخ وتحطها في الفرن عشان تتحمر، ما تنسيش تحط معلقه الكاتشب. صدقيني بتفرق في الطعم جدا وفي التحمير وفي اللون وفي الشكل. اوعي تنسي تحط معلقه الكاتشب، بتدي لها طعم تحفه. اوعي تنسي اللايك ما شاء الله. ايه رايكم بقى في الفراخ الحلوه الجميله المتحمره اللي لونها تحفه؟ يمكن هتلاقوا جمالها وحلاوتها بالمنظر ده. هي اوعى وشك. ايه رايكم؟ بسم الله ما شاء الله. ايه رايكم بقى في الجمال بقى والحلاوه دي بقى؟ ايه رايكم؟ شوفوا الفراخ اللي في الصينيه ما شاء الله عليها. ريحتها بقى في منتهى الجمال، معموله على الفحم وريحتها حلوه جدا. وادي الفراخ اللي بالفيجيتار اهي ما شاء الله. عملنا كمان شويه لسان، عملنا كمان شويه سلق بليمون. وادي الرز اهو، وادي شوربه لسان عصفور، وادي الجلاش الله. بقى تحطوا لايكات، اوعوا تنسوا تحطوا اللايكات. واللي ما اشتركش بقى في القناه يشترك في القناه عشان يوصل لكم كل جديد. السلام عليكم ورحمه الله وبركاته. ايه رايكم؟ بسم الله ما شاء الله. ايه رايكم بقى في الجمال بقى والحلاوه دي بقى؟ ايه رايكم؟ شوفوا الفراخ اللي في الصينيه ما شاء الله عليها. ريحتها بقى في منتهى الجمال، معموله على الفحم وريحتها حلوه جدا. وادي الفراخ اللي بالفيجيتار اهي ما شاء الله. عملنا كمان شويه لسان، عملنا كمان شويه سلق بليمون. وادي الرز اهو، وادي شوربه لسان عصفور، وادي الجلاش الله. بقى تحطوا لايكات، اوعوا تنسوا تحطوا اللايكات. واللي ما اشتركش بقى في القناه يشترك في القناه عشان يوصل لكم كل جديد. السلام عليكم ورحمه الله وبركاته. اهو، وادي شوربه لسان عصفور، وادي الجلاش الله.